هاي، انا وصال. النهارده هتكلم معاكم عن اهم روتين ليلي لعلاج الارق. ايه هو الارق اصلا؟ الارق ده هو صعوبة في النوم، ايا كان نوع الصعوبة دي بقى ايه. لو انا ما بنامش كويس خالص بالليل، او لو انا بنام نوم متقطع يعني بنام شوية وبصحى شوية، او لو انا بالنهار بكون نعسان جدا وبالليل بيكون عندي طاقة وما بيجيليش نوم خالص. كل دي تجارب انا مريت بيها personally ووصلت للروتين البيرفكت اللي خلاني اقدر اقدم حاجة زي كده النهاردة، لاني انا من وانا عندي 15 سنة وانا بعاني من الارق، وتعبت كتير جدا عشان اوصل لحلول، وكان بيأثر عليا في مذاكرتي ايام المدرسة، وكان بيأثر عليا في الجامعة، وكان بيأثر عليا في الشغل لما اتخرجت واشتغلت، وكان حرفيا مدمر حياتي لحد لما وصلت للروتين اللي انا ماشيه عليه لحد دلوقتي. وحتى بنصح بيه ناس كتير اعرفهم، حتى لو مثلا هم ما عندهمش مشكله كبيره قوي زيي، بس بمجرد ما بقول لهم على الروتين ده وبيمشوا عليه، هم حرفيا الموضوع بيفرق معاهم 100%، ومشكله الارق دي بتختفي تماما من حياتهم. فخلينا نخش في الموضوع على طول دلوقتي. قبل ما اقول على الروتين ده، هو اولا عباره عن 6 حاجات. ال6 حاجات دول انا ما ينفعش افكس لاي واحده منهم، لان انا لو تجاهلت اي واحده منهم كده الروتين مش هيمشي صح، وكده عمليه العلاج مش هتمشي كويس. طيب فانا هعمل ايه؟ انا هقول ال6، وال6 دول هنمشي عليهم كلهم، وهما مش حاجه صعبه خالص، والنتيجه هتكون مضمونه 100%. النتيجه اصلا لونج تيرم. يعني ايه نتيجه لونج تيرم؟ يعني لو انا فضلت اعمل الروتين ده مثلا لمده اسبوعين او 3 اسابيع متواصل، انا بعد كده هنام من غير ما اعمله خالص مده مثلا شهرين. وده حصل مع حد اعرفه، وحصل معايا انا شخصيا. انا فضلت اعمل الروتين ده مده طويله، وبعدين لحد دلوقتي بقى انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا انام من غير ما اعمل الروتين ده. حتى انا جسمي اتعود ان هو وقت ميعاد النوم لما بيجي هو بينام، وبينام نوم عميق. طب قبل ما ندخل بقى على الروتين ونتكلم عنه، لازم نعرف ايه هي اسباب الارق اصلا. ليه انا بيجيلي ارق؟ ليه ما بعرفش انام؟ هل انا عندي ضغوطات في حياتي؟ اسباب الارق حاجه من التلاته، يا اما ضغوطات، يا اما كافيين زياده، يا اما شغل او مذاكره متراكمه، ما بيخرجش بره التلاته دول. طيب رقم 1، لو انا عندي ضغوطات، طبيعي كلنا في حياتنا عندنا مشاكل وعندنا ضغوطات، وممكن تزيد شويه عن حدها لدرجه ان هي تاثر على نومي، او تخليني يا اما ما انامش خالص، او تخليني بنام نوم متقطع، يعني بنام ساعه واصحى بفضل قلقان، بكون طول اليوم بقى مكسر ومش مركز ومش فايق. ده بسبب الضغوطات. هي ممكن ما يكونش ليها حل في الوقت الحالي، لان هي لو كان ليها حل ما كانتش سببت مشكله زي الارق، بس على الاقل احاول الاقي دعم من اللي حواليا. يعني احاول احكي لهم مشكلتي علشان يدوني حل ويدوني دعم ويساعدوني ويقفوا جنبي. مستحيل حده الصراع اللي جوايا او الازمه اللي عندي مش هتكون اهدى او اخف شويه، على الاقل هرتاح ولو جزء بسيط. فانا هحاول اشوف حلول واسال ناس تساعدني على حلول علشان اقدر اتجاوز الضغوطات دي والمشاكل دي لحد لما ان شاء الله المشكله دي تتحل تماما. طب تاني سبب بقى هو الكافيين. الكافيين بيسبب ارق. بيسبب ارق ازاي؟ لان هو بيحفز الجهاز العصبي وبينشط عضله القلب وبيخلي الجسم في حاله انتباه كبير جدا. دي اصلا المين بروسيس بتاعت الكافيين. طب انا دلوقتي بحب اشرب قهوه ومش قادره ابعد عنها، ويومي ما بيمشيش ولا بيبدا من غير كوبايه القهوه. طب تمام جدا، القهوه صحيه، بس كوبايه في اليوم لكوبايتين، مش اكتر من كده. لان انا لو زودت عن كده ايه اللي هيحصل؟ عندنا شخصين، شخص عادي وشخص بيشرب قهوه. الشخص العادي بيبقى عنده ضغوطات في حياته. اي انسان في الدنيا فيه ضغوطات في الحياه. لو ما عندوش ضغوطات ممكن يحصل موقف، ممكن يحصل له ازمه، ممكن يحصل له لقطه في يومه تضايقه، ممكن تسبب له ارق وهو نايم، او تخليه مش عارف ينام. ده الانسان العادي. فاتقال بقى ان الانسان العادي معرض انه يجيله ارق مره في الاسبوع. يعني الانسان العادي اللي مش بيشرب اي قهوه ولا شاي ولا جسمه بيدخله اي كافيين معرض انه يصاب بالارق نتيجه لضغوطات الحياه العاديه مره في الاسبوع. لو الانسان ده بيشرب اكتر من كوبايتين قهوه في اليوم، اللي بيشرب بقى اكتر من كوبايتين قهوه في اليوم ده معرض انه يجيله ارق بنسبة 50% أعلى من الشخص العادي. يعني لو أنا بيجيلي أرق مرة في الأسبوع، الشخص التاني ده هيجيله مرتين في الأسبوع، وبيأثر على السليب كواليتي أو جودة النوم بشكل كبير قوي، وما بيقدرش يشتغل أو يكون منتج أو productive اليوم اللي بعده. ده ليه؟ ده لأنه بيشرب أكتر من كوبايتين قهوة في اليوم، وده مش صحي أصلا. يعني انا مش عارفه ليه ممكن حد يشرب اكتر من كوبايتين قهوه في اليوم، هي مش حاجه كويسه خالص. فزياده الكافيين في الجسم هي من اكبر اسباب الكسل، لان الكافيين بيحفز الجهاز العصبي وبينشط عضله القلب. فلو انا مضطر قوي ومش قادره ابعد عن القهوه
القهوه دي يفضل ان اشربها مش قبل 6 ساعات من النوم، علشان يكون مفعول الكافيين كله انتهى من جسمي، فلما اروح انام مثلا لو هنام الساعه 11 او 12 اشربها 5، علشان لما اجي انام في ميعاد نومي يكون جسمي في حاله استرخاء وما يكونش فيه اي محفزات في جسمي، يكون جسمي اتخلص من اي حاجه بتنشطه او بتفوقه. طيب ده بالنسبه للكافيين. تالت حاجه الشغل او المذاكره المتراكمه. انا عمري ما بحس ان انا ورايا مذاكره متراكمه او شغل متراكم وانا قاعده كده عادي، ما بحسش غير وقت النوم. وكلنا ما بنحسش ان احنا ورانا حاجه متراكمه، وليفل الضمير والاحساس بالذنب بيكون عالي غير وقت النوم. طول ما احنا قاعدين في اليوم العادي بالنهار مفيش ادنى احساس، مفيش ضمير اصلا. بيجي بقى بالليل لما اجي انام وخلاص اليوم خلص والوقت فضي، فانا طول النهار عمري ما احس ان انا في حاجه متراكمه عليا، وعمري ما احس ان انا ورايا مذاكره او ورايا حاجه لازم اقوم وانجزها، لا احس بالليل. فبالليل ما ينفعش اسيب فرصه لمخي ان هو يشتغل او يتضغط، علشان كده لازم اخلص كل حاجه متراكمه عليا، سواء تاسك في شغلي سواء مذاكره، حتى لو هخلص بنسبه 50% منها، ده هيديني احساس بالانجاز، يعني هيديني كده شويه سعاده لان انا انجزت حاجه في يومي. غير ده كله مخي مش هيشتغل بالليل. فعلشان اعالج الارق لازم ما اديش فرصه لمخي ان هو يشتغل، لازم على اخر اليوم مخي ده يكون في حاله هدوء تام. لان انا لو سبت ورايا حاجه متراكمه او عندي ضغوطات او فضلت اشرب قهوه كتير، هاجي بالليل مخي هيبقى في حاله نشاط، فمش هعرف انام ومش هعرف استرخى كويس. فعلشان كده رقم 1 وده الاهم، لازم نخلص كل حاجه ورانا في اليوم، حتى لو الحاجه دي هتبقى تقيله علينا او صعبه، علشان بالليل اعرف انام كويس ومخي ما يفكرش فيها. وده بالذات للناس اللي بتعاني من الارق. لو انا مش عندي ضغوطات في حياتي ولا شغل متراكم، عندي مثلا موقف ضايقني مش عارفه انام منه، حد قال لي كلمه عصبتني وحسيت ان انا المفروض ارد عليه بطريقه معينه وانا ما عملتش، فمحروق دمي ومش عارفه انام، همسك التليفون وابعت له الكلمه اللي انا كنت عايزه اقولها، بعدين هدخل انام. انا بيرسونلي بعمل كده. انا اتحطيت في مشاكل كتير، بس اتليست I have a good sleep quality دلوقتي، يعني انا بنام كويس، وده عندي احسن حاجه بالنسبه لواحده بتعاني من الارق من وهي سنها 15 سنه. فلما بيحصل لي موقف يضايقني او حد بيعصبني او بيوصلني الليفل ان بكون محروق دمي، لو انا في حاجه جوايا عايزه اقولها له انا بمسك التليفون وبقولها له على طول. بس اهم حاجه انا ما افضلش قاعده باليومين والثلاثه مش عارفه انام بسبب الشخص ده، لان في الاخر انا اللي بتضر وانا صحتي اللي بتتاثر مش حد تاني. كده انتهينا من اسباب الارق. ايه بقى هو الروتين البيرفكت اللي لازم نمشي عليه علشان نعالج الارق 100%؟ اول حاجه في الروتين لازم نمشي عليها حاجه اسمها تهيئه الجو العام. تهيئه الجو العام هي بتشمل 3 حاجات. ال3 حاجات دول لو انا مشيت عليهم وعملت فعلا جو للنوم وبدات اتاقلم عليه وبقى هو ده اللي انا بشوفه كل يوم قبل ما انام، هو بس مش هيعالج الارق، لا ده هو هيخليني انام نوم عميق. يعني مش بس هنام، لا انا هصحى احس ان انا ما نمتش كويس كده قبل كده. طب ايه هما بقى الحاجات اللي لازم اعملها علشان اهيئ الجو العام؟ اول حاجه اسمها الاورجنايزيشن او الترتيب. لازم اهتم بترتيب المكان اللي انا هروح انام فيه. ما ينفعش يكون حواليا كركبه، ما ينفعش يكون حواليا زحمه، ما ينفعش المكان حواليا ما يكونش انضف حاجه واستنى او اتوقع ان انا انام كويس. الاورجنايزيشن عامل مهم قوي، او الترتيب، علشان احصل على جود سليب كواليتي او على جوده نوم عاليه. طب انا لما هرتب اوضتي عينيا مش هيبقى فيه قدامها ديستراكشنز او مش هيبقى فيه قدامها حاجات بتشتتها، فبالتالي مخي هيبقى صافي، فهبقى رايق، فهعرف ارتاح واسترخي. تاني عامل بيلعب على الاسترخاء ومعالجه الارق هي الاضاءه. الاضاءه محدش متخيل هي قد ايه بتفرق في شكل النوم او في الشكل اللي بيأهل للنوم. يعني في نوع اضاءه اسمه الورم لايت، وده اكتر نوع اضاءه بيرفكت يساعد على الاسترخاء والنوم. انا هحط عنه اكزامبل دلوقتي. النوع ده من الاضاءه مش محتاج معدات او مش محتاج تجهيز قوي، مجرد حاجه بسيطه ليها اشكال كتير بتدي الورم لايت. والورم لايت دي بتدي احساس كده من النوم. انا نفسي لما بقعد في مكان فيه ورم لايت انا بسترخى جدا، بحس ان انا ممكن بعد ساعتين كده احس ان انا عايزه انام. لو فضلت قاعده في الورم لايت دي لمده طويله انا فعلا بنعس وبنام حتى لو الوقت بالنهار. فالورم لايت ليها تاثير كبير قوي على تهدئه الاعصاب وانها بتحسن من المود العام. غير كده هي كوزي جدا ومش بتوتر خالص، ودي اهم حاجه الشخص محتاجها لو هو عاوز ينام. تالت حاجه بقى ودي الاهم، avoid any kind of screens before your bedtime. يعني تجنب اي نوع من انواع الشاشات، التليفونات، قبل ميعاد النوم. يعني ايه الكلام ده؟ اي تليفون، اي لابتوب، اي تلفزيون ما ينفعش اوجده معايا في الاوضه لو انا شخص عندي ارق وعايزه انام. اي تليفون همسكه هخش اتفرج على ريلز، هشوف بوست، هرد على انستجرام، هفتح واتساب
واتساب هفضل تشيك كل شويه، وفي الاخر لو انا مثلا عايزه انام الساعه 11 هلاقي الساعه بقت 4 وانا لسه ما نمتش. حتى لو انا تعبان وعايزه انام هلاقي نفسي ما نمتش، والتليفون بوظ لي البروسيس كلها اللي انا بعملها. عشان كده انا ما ينفعش اوجد اي تليفون في الاوضه لو انا شخص بيعاني من الارق او عايزه انام. طب مثلا في حد هيقول لي انا ما اقدرش ابعد عن التليفون بتاعي لان هو فيه الالارم او المنبه وبيصحيني الصبح. هقول ان ده مش سبب منطقي، ده كان من ضمن اسبابي التافهه برضو. استبدلت الموبايل بالارم عادي اللي هو المنبه اللي بنشتريه من اي حته، ده بتاع زمان اللي هو بنمسكه بنظبطه وبنحطه جنبنا، هو بيصحي اصلا البيت كله، فهو اكيد هيصحي، واصلا وصوته اعلى من الموبايل بكتير. فلو انا مثلا ظبطته على 8 او 9 هو مليون في المية هيصحي، وهضطر بقى اقوم اقفله. يعني غير الموبايل يعني ده بقى بيبقى صوته اعلى ومزعج اكتر، فهضطر اقوم من مكاني واقفله واكون فايق، فده كده احسن بكتير من ان انا امسك الموبايل. فده تالت عامل من العوامل اللي لازم اتجنبها علشان بروسيس تهيئة الجو العام. ده كده اول 3 حاجات. تاني 3 حاجات في تهيئة الجو العام، اول حاجة منهم طبعا كلنا عرفنا معنى الاورجنايزيشن وان هو قد ايه مهم عشان اقدر انام في الاوضة من غير ما احس ان انا حواليا كركبة او في حاجة بتزعج. في حاجة تانية بقى مهمة، طبعا كلنا بننام على السرير ده بيكون عليه ملايات. الملايات دي لازم تكون جديده نظيفه مغسوله، عليها نوع معطر ملابس فيه سنت او فيه فريجرنس تكون مريحه للاعصاب. ودي الهاك اللي انا عرفتها مؤخرا وفعلا فرقت في شكل نومي قوي. استخدمت معطر ملابس الفريجرنس بتاعته مهدئه جدا جدا للاعصاب. اهم حاجه ما تكونش الفريجرنس دي حاجه بتاذي المناخير او تزعجني، بالذات الناس اللي عندها حساسيه او مش بتحب الروائح القويه قوي. فده كان بيرفكت قوي بالنسبه لي، هو هدالي اعصابي جدا يعني، واعتمدته في كل مره انا بحس ان هيبقى عندي فيها ارق او بيجيلي مشكله بعمل كده على طول. فدي بجد نقطه مهمه قوي ان انا اعتمد في الشيتس بتاعتي في اليونيفورم بتاعي سنت تكون مهدئه للاعصاب، لان ده بيفرق قوي في شكل النوم. طيب تاني حاجه لازم اعمل يونيفورم للنوم. ما ينفعش اكون اللبس اللي بقضي بيه يومي في البيت اروح انام بيه، ممكن يكون في حاجه مثلا فيها استك من هنا، ممكن حاجه تخنقني من هنا، مش هعرف انام ال8 ساعات بتوعي وانا مرتاح. عشان كده لازم يكون في يونيفورم من خامه كويسه، واليونيفورم ده انا مخصصه للنوم بس. واليونيفورم برده اكون بستخدم فيه نفس نوع معطر الملابس اللي فيه السنت المريحه للاعصاب زي ما قلت. فلو انا اعتمدت ده في الشيتس وفي اليونيفورم كده خلاص انا كواليتي السليب بتاعتي راحت من 0 ل10. ده كده رابع حاجه. خامس حاجه بقى ودي حاجه مهمه قوي قوي قوي، لازم اعتمد مشروبات بتهدي الاعصاب، مشروبات طبيعيه. انا توصلت بعد رحله طويله لاهم 3 مشروبات بيساعدوا الانسان ان هو يسترخي او ينام كويس، والثلاثه كلهم بيدوا نفس النتيجه. رقم 1، ودي مش حاجه سبيسيفيك بس للاطفال او عشان كنا بنعملها واحنا اطفال فهي واحنا كبار مش هتدي نفس النتيجه، لا هي بتدي نفس النتيجه، وهي اللبن الدافي. اللبن الدافي قبل النوم بنص ساعه لساعه بيفرق جدا جدا في ارتخاء العضلات. هو ممكن يبان حاجه مثلا قديمه شويه او مش افكتيف او بتاعه اطفال او كده، بس هي بتدي نفس النتيجه، بدليل ان انا جربتها وانا كبيره وفعلا فرقت معايا. بس اهم حاجه اخده قبلها من نص ساعه لساعه قبل النوم. طب تاني مشروب بقى ايه هو بيساعد برضو على استرخاء جامد جدا، حاجه اسمها كامومايل تي او شاي البابونج. شاي البابونج ده اكتر نوع اعشاب بيهدي وبيرخي الاعصاب بشكل فظيع. يعني لو انا اصلا عندي كل ضغوطات الحياه مجرد ما بشربه حتى في النهار انا بحس خلاص ان انا عايزه انام، يعني انا عاوزه انام دلوقتي. فما بالك بقى لما نكون مهيئين الجو وفي ترتيب وفي وورم لايت، مش بشرب قهوه وما عنديش ضغوطات ولا مشاكل ومفيش جنبي اي موبايل، فبنسبه كبيره قوي انا هنام في 10 ثواني بجد. ده هو فعلا بيست تشويس لو حد عنده مشكله الارق. وده انا بقول كده لان دي تجربتي انا، وانا بعتمده على فكره على طول ما مثلا حاسه ان انا بقالي يومين مش بنام كويس اروح اعمل منه وخلاص مشكلتي اتحلت، لان هو فعلا افكتيف قوي. طب تالت بقى مشروب وده مش كومن قوي بس هو برضو بيساعد على النوم جدا. وعايزه اقول حاجه، انا مش من ايجيبت خالص، كنت بجتهد قوي علشان احل مشكله النوم بتاعتي دي لحد لما وصلت لكل حاجه تساعدني ان انا انام كويس، لان انا فعلا كنت بعاني بقالي سنين مع مشكله النوم، يعني كنتش بنام، كنت عايشه صاحيه بس. الا بقى وهو عصير الكرز. طبعا هتقولي نجيب منين عصير الكرز؟ هو بيتباع اونلاين، مش عصير نفسه، الكرز ذات نفسه بيتباع اونلاين في اماكن موثوق فيها، لو دورنا هنلاقي الكميه المناسبه هي من 3 ل4 حبات كرز، لان لو اكتر من كده الموضوع ليه مخاطر صحيه. يعني ده كلام دكاتره انه ما ينفعش اكتر من 3 ل4 حبات كرز في العصير، لان هو كده ممكن يبقى ليه سايد افكتس ومخاطر تانية. فعصير الكرز هو حلو جدا جدا للنوم والناس اللي بتعاني من الارق.
وبيفرق جدا في السليب كواليتي. يعني ممكن لو ما ادانيش احساس بالاسترخاء، بس لما هاجي انام هحس ان انا جودة النوم بتاعتي اعلى. يعني احس ان انا لما اجي اصحى هحس ان انا ما نمت كويس كده من زمان قوي. سادس حاجة بقى، ودي قلت هختم بيها لان هي مهمة جدا، الا وهي الرياضة. الرياضة بجد بجد هي اهم حاجة ممكن تساعدني ان انا انام. طب لو انا مش عندي وقت اعمل رياضة، اول حاجة لازم نكون عارفينها ونكون مدركينها ان الفيزيكال موفمنت او الحركة الجسدية هي بتفرق مليون في المية في شكل النوم. يعني بمعنى اصح كده الفرهدة، كل ما هتفرهد اكتر كل ما هاجي بالليل وهنام ومش هحس بحاجة. فانا كل ما اشتغلت على اوبشن الحركة او اوبشن الفرهدة الكتير، انا هاجي بالليل ومش هحس ان انا عندي اي مشاكل في النوم. والفرهدة دي اونلي بتيجي من الاكسرسايزنج او من الرياضة. طب لو انا بنت مثلا ومش عندي الفرصة او الوقت ان انا انزل الجيم، او لو عندي مذاكرة كتير او مشغولة او وات ايفر، انا ممكن استخدم مثلا تابلت زي كده، افتح من عليه اي مودريت اكسرسايزنج او حاجه اسمها التمرينات المعتدله، اشوفها بتتعمل ازاي واطبقها وانا قاعده في البيت. هتديني احساس يعني بالفرهده فظيع. يعني ممكن افضل نايمه طول حياتي، مش هفضل نايمه بس بالليل. فعشان كده الاكسرسايزنج مهم قوي. لو مثلا ولد وبيشتغل وما عندوش وقت يروح الجيم، امشي كتير، اجري، اطلع سلم، شوف اي حاجه تقيله وشيلها، شوف اي حركه معينه كده بالليل قبل ما تنام، شوف اي مثلا مجموعه تمرينات معينه كده قبل ما تنام واعملها كانوا في مودريت اكسرسايزنج او نوع من انواع الرياضه المعتدله. بس اهم حاجه ان انا اجهد جسمي، واحاول على قد ما اقدر اجهد جسمي على فترات على مدار اليوم لو انا بعاني من الارق. اما لو انا مش بعاني من الارق فانا مش مضطر اعمل كده خالص. فمثلا اعمل كده الصبح واعمل كده العصر واعمل كده المغرب واعمل كده العشاء، هاجي بالليل يعني هنام 3 ايام اصلا، مش هنام بس اللي هو 8 او 9 ساعات، وبالذات لو انا بعاني من الارق. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. استنوني الحلقة الجاية، هتكلم معاكم عن منطقة الراحة او الكومفورت زون، وقد ايه هي وحشة جدا وبتضيع على الانسان فرص كتير جدا، وايه هي المنطقة الصح المفروض يكون فيها، وازاي يخرج من منطقة الراحة، وامثلة كتيرة قوي وحاجات حلوة قوي هتعجبكم. يا رب تكون الحلقة مفيدة. استنوني الحلقة الجاية. باي باي.